شيماء سيف وقعت على وشها، وشيكو بنطلونه اتقطع، واكرم حسني تاه، ومصطفى غريب وشه جاب الوان بسبب اللي عمله معاه احمد سعد قدام المعازيم، ورانيا يوسف وجوزها الجديد الفنانين حطوها في موقف حرج، ومصطفى بوسريع راح يرقص مع كريم محمود عبد العزيز فما اهتمش بيه ولا برقصه، وماجد الكدواني اتعصب بسبب كلمه ما كانش يتوقع يسمعها. لقطات كوميديه من حفل زفاف ابن الفنان بيومي فؤاد. يا ترى الكواليس اللي حصل مع لبلبة؟ تعالوا اقول لكم على كل المواقف المثيره اللي حصلت في الفرح، خليكم معايا للاخر. فرح ابن الفنان بيومي فؤاد كان من اغرب الافراح اللي حصلت في الوسط الفني، واللي حصل فيه للفنانين يخليك تقول هو حد كان رشش حاجه في الفرح ده عشان كل الفنانين تتحط في موقف محرج؟ بس قبل ما اقول لكم على المواقف المحرجه اللي اتحط فيها الفنانين، خليني اعرفكم ان الفرح كان والله اكبر عليه تحسوه الف ليله وليله، متكلف شيء وشويات وكل حاجه فيه اتعملت بحب. نيجي بقى للي حصل للفنانين، واللي كان بدايتها مع الفنانه شيماء سيف، واللي يا عيني عليها كانت فرحانه قوي للفنان بيومي فؤاد، ومن اول ما دخلت الفرح وهي واقفه على المسرح بترقص مع النجمه يسرا ودنيا سامي، وبعد ما خلصت رقص وخلاص بقى تعبت وقررت تنزل، ويا دوبك لسه بتنزل رجلها من على المسرح وقعت على وشها. يسرا اول ما شافتها طلعت جري عليها عشان تقومها، اما دنيا سامي فما قدرتش تعمل حاجه لانها كانت بتضحك ضحك هستيري زي ما بنعمل لما نشوف حد قدامنا وقع فبنضحك غصب عننا. شيماء عدت الموقف بروح رياضيه ونزلت من على المسرح متسنده على ايد يسرا عشان كانت لسه دايخه من الوقعه. اما بقى الفنان شيكو فده موقفه كان اصعب من شيماء سيف، اصل هو كان بيرقص مع كريم محمود عبد العزيز ومنشكح اخر انشكاح في الرقص، وهوب البنطلون اتقطع، والله اتقطع. واكرم حسني زي اي صاحب جدع قرر انه يربطوا البنطلون بحبل عشان يكمل الفرح ومحدش ياخد باله، وفعلا شيكو كمل الفرح بالبنطلون المقطوع ومحدش خد باله لان البريزر طويل ومداري. بس وهو طالع من الفرح المعجبين حاولوا يوقفوه عشان يتصوروا معاه، قال لهم معلش حقكم عليا البنطلون مقطوع، واكرم ربطهولي بالحبل. اكرم حسني بقى ما مارش عليه الفرح مرور الكرام، لا ده وهو داخل يا دوبك لسه الفرح تاه ودخل قاعه تانية غير قاعه فرح ابن بيومي فؤاد. مصطفى غريب وشه جاب الوان من الكسوف لما فضل يشد فيه احمد سعد عشان يرقص معاه، وهو ما كانش عايز، بس في الاخر رقص. وده بقى مشابه للموقف اللي اتحط فيه مصطفى بوسريع اللي راح يرقص ويعمل حركات مع كريم محمود عبد العزيز، بس كريم ما اهتمش وتقريبا ما خدش باله وما رقصش معاه. رانيا يوسف بقى وجوزها الفنانين حطوهم في موقف محرج لما دخلت ايديها في ايده، الكل استغرب وفضلوا يبصوا عليها بس ما قدروش يسالوها، وطبعا هي في الموقف ده ما كانتش عارفه ترد وتعرفهم ولا تقول ده مجرد زميل، لحد ما قررت تعترف بالسر وهو انه جوزها الجديد. اما بقى اللي حصل مع ماجد الكدواني كان مختلف عنهم. ايوه هو قضى الفرح وكان كله تمام معاه، وخرج من القاعه قبله صحفي وتقريبا كده ساله عن ازمه بيومي وسلام، هو اتعصب جامد وقال له انا ما اعرفش حاجه عن اللي بتقوله ده، اول مره اسمعه، ومشي وسابه. ويا عيني على الفنانه لبلبه اتخنقت وما كانتش عارفه تتحرك في الفرح لان الناس هجمت كلها عليها. وفي النهايه بقول للفنان بيومي فؤاد مبروك وربنا يسعده.